صدمة في الوسط الفني. محمد محمود عبد العزيز يعلن دخول زوجته العناية المركزة بعد ولادة صعبة. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. في خبر مفاجئ وحزين، أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز نجل الراحل محمود عبد العزيز عن تعرض زوجته لأزمة صحية خطيرة بعد ولادتها مباشرة، حيث دخلت العناية المركزة إثر نزيف داخلي حاد استدعى تدخلا جراحيا عاجلا لإنقاذ حياتها. محمد محمود عبد العزيز نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك منشورا مؤثرا كتب فيه: قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم. هذا المنشور أثار موجة واسعة من التعاطف والدعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات من الفنانين والجمهور متمنيين الشفاء العاجل لزوجته وتمام صحتها. ويذكر أن محمد محمود عبد العزيز يعيش حالة من القلق الكبير منذ الساعات الأولى للأزمة، لكنه أكد أنه مؤمن بقضاء الله وقدره، طالبا من جمهوره الدعاء لزوجته وطفله المولود حديثا. من الناحية الفنية، كان آخر ظهور للفنان محمد محمود عبد العزيز في مسلسل وتر حساس 2 الذي حقق نجاحا لافتا خلال عرضه، وأشاد به الجمهور لأدائه المميز وقدرته على تجسيد الأدوار المركبة ببراعة. ويعد محمد محمود العزيز من الفنانين الذين اختاروا طريقهم بخطى ثابتة بعيدا عن الأضواء، معتمدا على موهبته التي ورثها عن والده النجم الكبير الراحل محمود العزيز. نسأل الله العلي القدير أن يمن على زوجته بالشفاء العاجل، وأن يطمئن قلبه وعائلته ويحفظهما من كل سوء.